السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ اخباركم ايه؟ انا النهارده عايز اتكلم في موضوع المدير الفني بتاع منتخب مصر. المدير الفني الحالي احنا متفقين كلنا ان مفيش حد اصلا يعني متفق عليه. مفيش حد عايز روي فيتوري، ما شفناش منه اي حاجه بصراحه. والمفروض احنا في ظل ظروف البلد اللي احنا عايشين فيها، وفي ظل الظروف الاقتصاديه اللي الناس كلها عايشه فيها، احنا نعيش مع الناس على ارض الواقع. اتحاد الكره ده مش عايش في اوروبا ولا جاي من اوروبا. يعني احنا كلنا مصريين واتحاد الكره ده اوروبي، لازم مدير فني اجنبي وبالدولار وباليورو. يا عم احنا اصلا مش لاقيين. هات مدرب وطني مش هياخد منك تلت اللي بياخده المدير الفني الاجنبي، تلت اللي بياخده المدير الفني الاجنبي. يبقى انت بتوفر على بلدك، اول شيء بتوفر على بلدك. تاني حاجه بتطلع كفاءات من عندك، تدي فرص. يا عم ادي فرص اللي عندك، واحد هيكون على الاقل عنده روح، بيحس بالناس. احنا مفيش حد بيحس بينا، لا اتحاد كوره بيحس بينا، لا مدير فني اجنبي بيحس بينا. مش فارق معاه النهارده، لو خلص هياخد الشرط الجزائي بتاعه ولا ياخد راتبه وهيروح يقعد في بيته، يروح بلده. بس احنا اللي نفضل محطوطين في الطين. وفي الاخر يجوا بقى كل اليوتيوبرز بقى وكل الناس وكل الاعلاميين يقول لك ايه؟ يقول لك عايزين مدرب وطني. يا عم ماشي، طلع حسام حسن بره الموضوع وتعالى نتكلم في مدرب. وتطلع حسام حسن ليه؟ ليه يعني طلع حسام حسن؟ ماله حسام حسن؟ عمل لك ايه حسام حسن؟ واحد يقول لك اصله لا، طول ما الاتحاد الكره ده موجود حسام حسن مش هيشمها، وطول ما محمد صلاح موجود حسام حسن مش هيشمها. ليه يا عم؟ هو ده منتخب محمد صلاح ولا منتخب حازم امام ولا منتخب جمال علام ولا حكر على محمد بركات وباقي الشله اللي احنا مش عارفينها اصلا؟ ايه يا جماعه؟